هنعمل النهارده وصفة من وصفات البتنجان القمر قوي اللي هي مش تقليدية خالص، بعيدة تماما عن اي وصفة بتنجان عملناها قبل كده. كمان تغيير كتير قوي عن اللحوم، على الرغم انها بتطلع في طعمها في الاخر قريبة من اللحوم خالص. هنعمل بتنجان كريسبي اللي هي بيبقى طبقة مقرمشة من بره ومن جوه طرية ومستوية وطعمها حلو جدا جدا. ميزتها ان احنا ممكن نقليها في الزيت وممكن نعملها صحية ونقليها في الفرن او في الاير فراير، وهنعرف دلوقتي هنعملها في الحالتين ازاي. هنجيب بتنجان رومي اللي هو البتنجان العادي بتاعنا الاسمر ده. وانا دايما بحب لما اقشر البتنجان ما اشيلش القشر بتاعه كله، هو اصلا طعمه بيكون حلو، بس ممكن يعني محدش يتقبل اكله كله، فبحاول ان انا اسيب منه شويه في البتنجانه نفسها زي خطوط كده. هغسل البتنجان كويس الاول وبعدين هقشره، هقطعه حجم براحتي بقى، ان انا يعني عادي ان انا ممكن اتخنه، لان انا كده كده الطريقه دي كده كده هيستوي كويس جدا جدا، مش هيبقى فرق ان هو تخين فمش مش هيتقلي كويس، لا بالعكس هيستوي كويس خالص. بس انا هحاول ان انا اخلي البتنجان كله حجم واحد، انا كان عندي يعني بتنجانتين، واحده كبيره وواحده وسط، فانا هحاول اخليهم الاتنين تقريبا يعني نفس الحجم عشان في الاخر يبقى شكلهم حلو. هعمل التانية برضو نفس ما عملت الاولى، هشيل يعني الطروف اللي تحت واللي فوق، وبرضو هقطعه واحاول اسيب شويه في القشر فيه. بالظبط كده، وهقطعهم تقريبا يكونوا مقربين لبعض، وزي ما قلت لكم عادي جدا ان احنا نعمله اي شكل اي حجم. عادي ممكن يبقى تخين برضو هيستوي هيبقى حلو قوي. بعد كده هافرد البتنجان بتاعه كله، ممكن احطه في مصفى او في طبق، وهرش عليه شويه ملح صغيرين بس علشان ينزل الميه بتاعته ما يبقاش مر، وبرده ما يشربش يعني ما يشربش زيت كتير. انا هسيبه في الملح شويه وشويه، هلاقي ميه اتنطرت منه كده، هسيبه على جنب وهعمل الخلطه بتاعته. الخلطه بتاعته هجيب بيضتين، وبعد كده بقى احط عليهم شويه توابل ملح وفلفل، توم باودر، بابريكا مدخنه، ودي بتفرق في طعمه جدا جدا، لو حابينه سبايسي هنزود شطه. وهنحط كمان كمون، وممكن نحط كزبره لو احنا بنحب طعمها، يعني هي الكمون اساسي بيبقى حلو، الكزبره لو حابين نحطها هنحطها عادي. هحط بقى شويه خل كمان عشان الزفاره بتاعه البيض. وبعد كده هقلب المكونات دي مع بعض كويس جدا، هخففها بس شويه يعني بشويه لبن، وهضرب كويس عشان البيض يتضرب كويس. وبعد كده بقى ازود معلقه دقيق بمعلقه، تقريبا البيضتين دول هياخدوا 3 معالق دقيق علشان اوصل للسمك اللي هو بتاع زي تقريبا البان كيك كده، السمك اللي هو ما يبقاش تقيل ما يبقاش عجينه بس ما يبقاش ميه خالص، خفيف. كل ما هزود معلقه دقيق لحد ما نوصل للسمك ده، هنقلب كويس خالص بالمضرب اليدوي عادي. بالضبط كده، هازوّد بقى فص توم صغنون خالص، إحنا حاطين توم باودر، بس التوم السليم بيدّي له طعم حلو أوي، أوي. هاحطه توم يعني فص صغير بس، وبعد كده بقى أقلّب كويس خالص تاني لحد لمّا كل التوابل يعني تندمج مع البيض. بعد كده بقى الخلطة، أنا هاعمل البتنجان ده النهارده في الزيت، مقلي في الزيت عادي خالص زي البانيه وزي البوفتيك عادي خالص، فأنا هاحط بقسماط من العادية. هاشيل بقى يعني بمنديل كده أو بفوطة أو حاجة، كل المَيّة اللي نزلت من البتنجان، هي المَيّة دي بتخلّي البتنجان أوقات يكون ممرّر، وأوقات كمان بتخلّيه يشرب زيت كتير، فالخطوة دي بتخلّينا نقلل شوية بالذات من مرارة البتنجان. هاحاول أسحب المَيّة كلّها، وبعد كده بقى هاجيب البتنجان أحطه في الخلطة دي من غير أي حاجة خالص، وبعدين أرجع أحطه في البقسماط زي ما بنعمل البانيه بالضبط والكفتة يعني زي أي وصفة أكل بتنجان بنعملها في البيض والبقسماط عادي خالص. هو بس الفرق إن الخلطة دي فيها توابل ودقيق بتدّي للبتنجان طعم رهيب، لمّا بيستوي بيبقى حلو أوي، أوي. طب لو إحنا حبينا نعمله في الفرن أو في الair fryer، وطبعًا بيكون صحّي وبيكون مستوي وطعمه كمان جميل، هنعمله بقى مش بالبقسماط العادية دي لأ، هنعمله بالcorn flakes بس هنطحنه، أو هنعمله بالبقسماط الصفرا اللي بتكون crispy، يعني تخينة شوية كده، بتكون من عند العطار، وده بيتعمل وأنا هاعمله إن شاء الله مرة تانية، بس أنا حبيت النهارده أعمله في الزيت، الوصفة اللي هي العادية بتاعته خالص أو الأصلية بتاعته، فعملته ببقسماط عادي من اللي هو بتاع البانيه عادي. أنا يعني هاحط شوية زيت على النار، وأنتم شايفين إن أنا مش حاطة زيت كتير، وبرده في الآخر هيتبقى الزيت كتير، مش هيكون شرب ولا حاجة، هو أساسي طبعًا هيستوي فيه فهيشرب زيت، أصلًا هو البتنجان زي الإسفنج بيسحب الزيت كتير أوي. بس الخطوات اللي إحنا عملناها دي بتقلل من شرب الزيت خالص، يعني هُم كمية الزيت اللي أنا حاطاهم في الآخر هنلاقيهم ما قلّوش كتير، على الرغم إن أنا عملت البتنجان مش قليل ولا حاجة. هاحطه وبعد كده بقى هاقلبه، هاسيبه على نار عالية عادي، هو حرارة الزيت هتسويه حلو جدًا، يا دوب دقيقتين، يعني هو مش هياخد وقت في النار خالص. هاقلبه كده لحد لمّا هياخد له من جميع النواحي، وهاحس إن هو بقى crispy شوية أو بقى مقرمش واستوى خلاص. خلاص هو مش هياخد تقريبًا 3، 4 دقايق، أنتم عارفين هو أصلًا البتنجان مش بياخد وقت في القلي عمومًا. هاقلّبه كده من جميع النواحي، وزي ما قُلت لكم لو إحنا حابين نعمله في الفرن بنفس الخطوة اللي أنتم شفتوها في الصينية دي، بس هيكون معمول بالبقسماط التاني أو بالcorn flakes، وهارُش بس عليه زيت وهادخّله الفرن عادي، هيقعد 3، 4 دقايق بس. عايزة أقول لكم إن طعمه فظيع، ممكن نحط بقى عليه شوية كزبرة، شوية بقدونس، شبت زي ما أنتم عايزين، بتعمل معاه طعم حلو، بيتاكل مع الطحينة بقى، ساندوتشات بيبقى تحفة جدًا، طعمه حلو أوي، أوي، يعني تغيير عن البتنجان وعن الأكل عمومًا، جرّبوه وقولوا لي رأيكم فيه إيه.